السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة حلاوة المولد بأسهل طريقة. هنعمل السمسمية وكمان الفولية. طريقة سهلة وكمان المكونات بسيطة جدا. عايزة اقول لكم بقى ان هي ناعمة ومقرمشة وبجد طعمها تحفة. هتعملي اكتر من 2 كيلو بنص كيلو بس من السكر. عملنا قبل كده القشطة او القشطية. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت وابقوا شوفوه. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس بفكرك اعملي لي لايك وشير كتير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. وسيبي لي تعليق حلو زيك تقولي لي ايه رأيك في الفيديو بتاع النهاردة. وما تنسوش تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو بنزله على القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنعملها هنبدأ نجهز كل الحاجات اللي هنستخدمها. تمام. معايا صاج فرشت فيه، يا اما تفرشي كيس بلاستيك او مفرش سيليكون لو موجود عندك. هبدأ بقى ارش كده عليه زيت وبالفرشة، وهبدأ اوزع عليه الزيت كويس جدا. تمام. اهم حاجة بقى في حلاوة المولد ان انت تكوني سريعة، على قد ما تقدري تكوني سريعة. جهزت كده الصاج بتاعي وجهزت كمان جنبي كل الادوات اللي هستخدمها. تعالوا بقى في حلة او في طاسة. هبدأ انزل بكوباية ونص من السكر. كوباية ونص من السكر بمعدل ربع كيلو. هنزل عليهم كمان بنص كوباية من المية. والمية يا إما تنزليها في نص السكر بالظبط أو حوالين داير الحلة. معايا بقى معلقة كبيرة مليانة من عسل الكلوكوز، وعسل الكلوكوز وريتهولكوا كتير قبل كده، هو متوفر عند أي سوبر ماركت أو أي حد بيبيع خامات الحلويات. وسعره مش غالي أبدا، أنا كنت جايباه تقريبا ب20 جنيه أو ب25 جنيه، مش أكتر من كده. هبدأ كمان أعصر نص عصرة ليمونة صغيرة أو على طرف المعلقة ملح ليمون لو متوفر عندك. هبدأ بقى أدوب السكر مع المية مع عصرة نص الليمونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلشان في ناس ما بتكملش الفيديو للنهاية، لسه باقي معايا الفانيليا ومعايا كمان الكربوناتو ورشة من الملح هنضيفهم أثناء الغليان. تمام. على نار متوسطة بقى. ورفعت السكر الأول. جنبي بقى كده على عين البوتاجاز التانية في طاسة نزلت بنص كيلو من السمسم. النار بتكون هادية جدا تحت السمسم. هبدأ بقى أديله تقليبة كده حلوة طول ما السمسم على النار. أفضل أقلب فيه باستمرار لحد ما يبدأ يطقطق كده، أو إن انت تيجي تمسكي شوية في ايديكي ما تبقيش طايقة تمسكيهم من السخونية. تعالوا هنا بقى. السكر بدأ يدخل كده في الغليان، نزلت برشة صغيرة من الملح وكمان فانيليا. هنضيف ماء ورد او فانيليا، هو الصح ان احنا بنضيف ماء ورد بس انا ما عنديش ماء ورد فضفت فانيليا. تمام. هنا بقى انا كنت طفيت على السمسم، ودايما تاخدي بالك لان السمسم بيتحرق بسرعة جدا. طفيت كده على السمسم. وتعالوا بقى لما نبدأ نعمل الاختبار بتاع السكر. عندي بقى طبق جبت فيه كده شوية من المية، مية عادية خالص من الحنفية. وهبدأ اخد نقطتين كده وهنزلهم في طبق المية. اول لما احس ان النقطتين تحولوا لكرة، والكرة دي تكون كرة صلبة، يعني تتك عليها كده خلاص، تحس ان هي بقى زي الكراميل هتتكسر معاكي، يبقى كده تمام. احنا هنا لحد دلوقتي ما وصلناش للمرحلة دي. احنا هنوصل للمرحلة دي لما السكر يبدأ يخش في الكرملة، يعني لما يبدأ كده ياخد اول لون من اللون الذهبي. هو كده خلاص بدأ يدخل في مرحلة الكرملة بتاعة السكر. وخدي بالك لان لو السكر اتحرق هيمرر ومش هينفع معاكي خالص. خلاص انا كده وصلت للمرحلة المطلوبة. نقطتين العسل جمعوا معايا كرة ناشفة كده او كرة صلبة، وتضغطي عليها تحسي فعلا ان هي بتتكسر. قبل المرحلة دي الحلاوة هتندخ كده وهتلزق في السنان، ويعني مش هتبقى حلوة خالص. قلت بقى اخر حاجة بأقل من ربع معلقة من الكربوناتو اللي بنضيفه للطعمية. تمام. بتحسوا بقى اول ما بننزل بالكربوناتو على طول بتحسي بفوران، عشان كده بقولك استخدمي حلة كده او حاجة يكون لها حرف عالي. هطفي النار بقى وهبدأ انزل بالسمسم كده على العسل، وهقلب بسرعة جدا. وطبعا الصاج احنا مجهزينه. هبدأ افرد بقى وتكوني سريعة هنا. واهم حاجة بقى تاخدي بالك عشان ما تتلسعيش. نزلت كده بكل الكمية اللي موجودة معايا وهبدأ بسرعة جدا افردها. هفرد بس الاول كده بالمعلقة الخشب، وبعد كده هجيب الاسباتيولا همسحها برضو بمسح الزيت وهبدأ افرد بيها. احلى حاجة للفرد هي الاسباتيولا، بصراحة دي اريح حاجة. بصوا بقى تكوني سريعة جدا على قد ما تقدري، علشان لو الحلاوة بردت معاكي خلاص مش هتعرفي تتصرفي فيها.
السكينة كمان أنا مسحاها كده بمسحة من الزيت. هجيب بقى الفرادة وهبدأ أفرد على حسب السمك اللي انت عايزاه. لو حابة الحلاوة تكون معاكي يعني سميكة كده شوية هتعملي زي ما أنا هعمل، حباها تكون رقيقة هتفردي بقى على قد ما تقدري. تمام. هنا بقى أنا فردتها بالشكل ده وسويتها، وهجيب برضو الاسباتيولا همسحها كده بمسحة من الزيت، وهبدأ بقى أنعم وش السمسم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاسباتيولا كمان برضو مسحاها بمسحة زيت. أي حاجة هنا هتستخدميها لازم تكون ممسوحة بمسحة من الزيت. بس كده سوينا كده الوش كده تمام. هبدأ بقى بالسكينة وهبدأ أقسمها برضو لحجم القطع اللي انت عايزاها. السكينة برضو مسحها بنقطة كده من الزيت، وهنبدأ نقسم بقى بسرعة جدا. ممكن بالقطاعة، ممكن بقطاعة البسبوسة، بأي حاجة موجودة عندك. حسيت برضو ان السكينة لزق فيها كده حلاوة، هبدأ اجيب سكينة تانية او امسحها، وهبدأ برضو اكمل تقطيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده تمام. قطعتها كده الاول بالطول، وهبدأ اقطعها بالعرض. خلصنا كده السمسمية تحفة جدا. اركنها بقى على جنب لحد ما تبرد. طبعا هي بتاخدش وقت خالص لما تبرد، هتاخد لها مثلا في حدود نص ساعة، وبعد كده هنشوفها مع بعض. تعالوا بقى بنفس الطريقة هنبدأ نعمل الفولية. كوباية ونص من السكر بمعدل ربع كيلو. معايا كمان نص كوباية من المية. بوزع المية كده حوالين داير الحلة علشان السكر ما يجيش على الحروف ويسكر مني. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. نفس المكونات ونفس المقادير اللي احنا استخدمناها في السمسمية بالظبط. عصرة نص ليمونة صغيرة، او على طرف المعلقة ملح ليمون لو متوفر عندك. وهبدأ اقلبهم الاول قبل ما ارفعهم على النار. تمام. على نار بقى متوسطة، وهنبدأ نرفع السكر. طيب هو مدة التسوية بتاعة السكر أخدت مني قد إيه بالظبط؟ على نار هادية جدا أخدت معايا ربع ساعة، يعني 15 دقيقة بالظبط. وهيبدأ بقى السكر يدخل في مرحلة الكرملة. تمام كده. في الجنب التاني عندي نص كيلو من السوداني. السوداني بقى يا اما انت تجيبيه من المقلة، وهيكون افضل طبعا. المقلة بتدولك متحمص، بس يا دوب ان انت بتشيلي من عليه القشرة. انا هنا جبته من فتح الله، يعني بصراحة ما عجبنيش. جبته من فتح الله بيبقى بقى متفصص كده، وبيبقى كمان متقشر، بس ما عجبنيش زي اللي بيجي من المقلة. دول نص كيلو. هبدأ برضو اسخنهم كده على النار واديهم تحميصة حلوة. لازم السوداني يكون متحمص. اي حاجة هتستخدميها، اي مكسرات هتستخدميها في حلاوة المولد، لازم تكون متحمصة واخدة تحميصة حلوة كده الاول علشان نخرج منها الرطوبة. تمام. هنا بقى بعد ما السكر بتاعي بدأ يدخل في الغليان، نزلت عليه بالفانيليا او بمعلقة من ماء الورد، وكمان على طرف المعلقة ملح. وتعالوا بقى نعمل اختبار الكرة الصلبة. ببدأ اخد برضو كم نقطة كده وبضغط عليها. هنا بقى لقيت السكر وصل للمرحلة اللي أنا عايزاها، دخل كده في أول مرحلة من مرحلة الكرملة أو اللون الذهبي. وكمان النقط اللي أنا عملت لها اختبار اتحولت لكورة صلبة، يعني تتك عليها كده، تضغطي عليها تحت أسنانك كده تتكسر زي الكراميلا بالظبط. نزلت برضو بربع معلقة صغيرة من الكربونات بتاع الطعمية، وهبدأ بقى أنزل بيه على السوداني كده وهو سخن. تمام. وما تنسيش لو جبتي السوداني من المقلة تجيبي السوداني من غير ملح، ما تجيبيش السوداني المملح. تمام. هبدأ برضو هنا أقلب بسرعة جدا لحد ما أحس إن كل حبات السوداني اتغلفت بالكراميل أو بالعسل بتاعي. وتعالوا يلا بسرعة جدا جهزت الصاج وفرشت عليه كيس بلاستيك، وكمان مسحته كده بمسحة حلوة من الزيت. وهبدأ بقى أنزل عليه الفولية بتاعتنا كده أو السودانية. عايزة أقول لكم إن السوداني رخم جدا، حبات السوداني بتكون كبيرة فبتكون رخمة شوية عن السمسم وعن الحمص. وهبدأ أفرد بقى بالاسباتيولا برضو اللي مسحاها بمسحة من الزيت. هفرد بقى كويس برضو على حسب السمك اللي انت عايزاه. دايما الفولية بتبقى رقيقة شوية عن السمسمية، فانا هفردها بقى يعني بسمك رقيق شوية. على قد ما اقدر بقى هتكون بحجم متساوي في الصاج علشان ما هقدرش كتير منها. بس بسوي بقى الحروف بالشكل ده، وبرضو ببدأ انعم الوش علشان تبقى كلها متساوية. بس كده. هنا بقى علشان زي ما قلت لكم حبات السوداني كبيرة والسودانية دي بتبقى رخمة شوية، مش هقطعها بقى بالسكينة. جبت كده سكرابر برضو مسحته بنقطة من الزيت او بالقطاعة بتاعة البسبوسة، وهبدأ
اقسمها برضو على حسب الحجم اللي انت عايزاه، بقسم برضو كده بالطول وبعد كده بقسمها بالعرض. بس كده هاسيبها برضو لما تبرد خالص، وبعد كده بقى نبدأ نخرجها. هتخرج معاكي بكل سهولة من على الكيس البلاستيك، مش هتغلبك ابدا. عايزة اقول لكم ان بجد كانت ناعمة ومقرمشة وطعمها اكتر من تحفة. وده شكلها بعد ما بردت، زي ما قلت لكم سبتها في حدود نص ساعة او ساعة، يعني تسيبيها لحد ما تبرد خالص. وبعد كده بقى نبدأ نقسمها بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين بقى ما شاء الله، ولا لزقت ولا اتكسرت مننا ولا حاجة خالص. بتتقسم معاكي زي ما انت مقسماها بالظبط. اهم حاجة اوعي تدخليها التلاجة وهي سخنة، ما تدخلش التلاجة غير بعد ما تبرد خالص. ونقسمها بالشكل اللي انت شايفاه، وبعد كده بقى تعبيها في علبة بغطا واحفظيها في التلاجة بقى المدة اللي انت عايزاها. خلصنا كده السمسمية، وتعالوا بقى بنفس الطريقة بالظبط هنبدأ نخرج السودانية او الفولية. بصوا بقى الجمال، مقرمشة وناعمة جدا، تحفة يا جماعة بجد. زي ما قلتلك اهم حاجة تسيبيها لما تبرد خالص قبل ما تقسميها. لو خرجتيها من على الصاج وهي طرية هتبدأ تقوس منك، مش هتديك الشكل المظبوط. بصوا ناعمة قد ايه ومقرمشة، وبجد تحفة جدا. ودي القشطة او القشطية اللي نزلناها الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وكمان هتلاقوها في نهاية الفيديو للناس اللي بتكمل معايا الفيديو للنهاية. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا. هسيب لكم كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف بشوفوها. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.